تسأل أي حد من جمهور نادي الزمالك نفسك في إيه الأمل بالنسبة لك والهدف الأساسي، هيقول لك على طول ملف أرض نادي الزمالك ب 6 أكتوبر. لحد دلوقتي طبعا محدش فيش ميعاد محدد مثلا أرض البديلة أو الكلام ده كله، لأ. كان في جلسة ما بين مجلس إدارة نادي الزمالك مع معالي وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، وتم التطرق في الحديث عن موضوع أرض نادي الزمالك زي ما قلنا قبل كده، لكن مفيش أي ميعاد نهائي أو أي كلام أو اتفاق نهائي إن في أرض بديلة لنادي الزمالك أو خلاص المشكلة هتتحل أو كلام في هذا السياق. الأستاذ هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك كان في لقاء خلال الساعات اللي فاتت في إذاعة الشباب والرياضة مع الأستاذة نجلاء حلمي، وتتكلم في موضوع الأرض. والحقيقة قال حاجة مهمة جدا 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 لازم تقف عندها. إيه هي؟ قال لك إن الأرض البديلة هتخسر نادي الزمالك حوالي مليار جنيه. الأرض البديلة هتخسر نادي الزمالك حوالي مليار جنيه. يعني إيه؟ يعني أنا بالنسبة لي كده خلاص القصة اتقفلت حقيقي. كان بيجيلي كلام كتير وتساؤلات واستفسارات والكلام ده كله، يعني حتى لو الأرض البديلة جت لنادي الزمالك فهيكون المكسب المادي لنادي الزمالك قليل. مش انا اللي بقول، الاستاذ هاني شكري عضو مجلس اداره نادي الزمالك، اللي هو ايه؟ انت بتتكلم في مليار جنيه خساره لنادي الزمالك. يعني المشهد واضح ان الحل الوحيد بالنسبه لنادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك والحفاظ على حاله الاستثمارات والانتعاش الماليه هو ارض نادي الزمالك في 6 اكتوبر، اللي هي الارض نفسها في 6 اكتوبر ترجع تاني لنادي الزمالك. وخلينا نكون واضحين، الموضوع مش سهل. يعني كل المؤشرات بتأكد ان ملف ارض نادي الزمالك اتقفل. كل المؤشرات ان ارض نادي الزمالك مش هترجع، خلاص الموضوع اتقفل، الموضوع صعب يعني. فانت لو بتتكلم على حاجه بتتكلم على فكره الارض البديله، وللاسف زي ما الاستاذ هاني شكري بيقول ان الارض البديله حتى لو جت بتتكلم في خساره مليار جنيه. اللي عرفته ان كان في جزء من الاستثمارات خاص بارض نادي الزمالك في 6 اكتوبر. فبعد ما الارض اتسحبت، اللي عرفته ان اليومين اللي فاتوا دول نادي الزمالك انهى كل التسويه الخاصه بكل الاستثمارات دي اللي كانت موجوده. بكام؟ بتتكلم في حوالي 780 مليون جنيه. انهى كافه الاستثمارات اللي كانت موجوده بشكل ودي. فدي بالنسبه لي حاجه كويسه. دي بالنسبه لي حاجه كويسه. نادي الزمالك خلي بالك، يعني انا قلت الكلام ده والاستاذ هاني شكري اكده، نادي الزمالك كل طلعت صبح عايز حوالي 4 مليون جنيه. يعني مش قصه بقى فريق كوره ولا لا، انت بتتكلم كالتزامات ماليه على النادي من كل الجوانب، عايز 4 مليون جنيه. طب المجلس بيقدر يوفر منهم كام؟ المجلس بيقدر يوفر منهم 2 مليون جنيه بس. يعني كل يوم في 2 مليون جنيه عجز، في 2 مليون جنيه عجز كل يوم عند نادي الزمالك. فعشان كده فكرة الأزمة المادية والمشكلة المالية بتترجم لك. هتلاقي مثلا في مستحقات متأخرة، مش بس فريق الكورة، بعض ألعاب الصالات كان في مستحقات متأخرة الفترة جوه نادي الزمالك. انت عندك يعني الناس دايما بتحصر الموضوع في قصة حصر الموضوع فريق الكورة. لا، انت عندك نادي التزامات من كل حاجة، العاب اخرى، جوانب ادارية، مش عارف فريق مين ناشئين، وده رايح معسكر، ده عنده ماتش. كل الحاجات دي مصاريف، كل الحاجات دي مصاريف، وانت لازم تنفذها وانت لازم توفرها. فخلي بالك، بيع دونجا ومقابل بيع دونجا شويه مهم جدا جدا اليومين دول والفتره دي لفريق الكوره، ان انت تسدد مستحقاتك. عندك داخل على مرحله هي الاصعب على مستوى فريق الكوره في نادي الزمالك، باقي مشوار الدوري والدور الثاني والكونفدراليه الافريقيه. وضروري جدا 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 ان انت يبقى فيه وفره ماليه، فيه سيوله ماليه. عايز تسدد جزء من مستحقات اللعيبه، محتاج تدي مكافآت للعيبه تحفزهم. كل الامور دي مهمه جدا. ففلوس دونجا وعائد بيع دونجا لنادي النجمه السعودي اللي انت بتتكلم في حوالي 900 الف دولار مثلا، انا بالنسبه له وفي رايي هيساهم بشكل كبير جدا في انتعاش ماليه لفريق الكوره
على فكره لما سالت الزمالك هيلاعب اتو كونغولي، فلما سالت هو الزمالك ممكن يسافر بطياره خاصه، قالوا لي الطياره الخاصه هتتكلف حوالي 7 ل 8 مليون جنيه، رقم كبير جدا. ففي تفكير، طب انا اوفر طياره خاصه ولا مثلا المبلغ ده احطه مثلا كمكافآت للعيبه، اصرف منه مستحقات للعيبه. عشان كده بقول لك الامور الماديه محتاج وفره وانتعاشها دلوقتي، انت في مرحله الاصعب في الموسم وحاسمه على مستوى كل البطولات.